بدنا نتخذ قرار كمجلس التركماني بدنا نستشير الشفيعة ضدهم بهالشيء. تتواصل الاعتراضات تباعاً على مخرجات اجتماع الهيئة العامة السابعة للمجلس التركماني السوري الذي عقد في مدينة الراعي، وذلك وسط تصاعد الانتقادات من جهات وشخصيات تركمانية اعتبرت أن مجريات هذه العملية لا تعكس الإرادة الحقيقية للمجتمع التركماني في سوريا. فقد أصدر ممثل منطقة باير بوجاق بياناً خطياً وصفوا فيه الانتخابات بأنها جرت وسط تجاوزات خطيرة للأنظمة المؤسسية وانتهاكات واضحة لقواعد العمل الديمقراطي، إضافة إلى ممارسات ضغط وترهيب. وأكد البيان أن الاجتماع الذي عقد في ظل هذه الظروف لا يمكن أن يعكس الإرادة الحقيقية للشعب التركماني السوري ولا يمكن اعتباره ممثلاً شرعياً له. وعلى إثر ذلك أعلن ممثلو باير بوجاق انسحابهم من الاجتماع ورفضهم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات. من جهة أخرى أصدر اتحاد الجمعيات التركمانية بياناً أكد فيه أنه غير معني بهذه الانتخابات، موضحاً أن عقد مؤتمر بهذا الشكل ضمن إجراءات مغلقة ودون تحقيق مشاركة أو توافق واسع بين مختلف مكونات المجتمع التركماني لا يمكن أن يفضي إلى نتائج تمثل الجميع. وأضاف البيان أن هذه الآلية لم تتمكن من تقديم حلول دائمة لمشكلات المجتمع التركماني أو إنجاز مشاريع ملموسة ومستدامة تعزز الحضور المؤسسي للتركمان في العملية السياسية في سوريا. كما شدد الاتحاد على أن آلية عقد هذا المؤتمر تثير تساؤلات جدية حول معايير الشفافية وعدالة التمثيل والشرعية المؤسسية، معلناً أن الاتحاد والجمعيات النشطة التابعة له في كل من تركيا وسوريا لا تربطها أي علاقة مؤسسية أو تمثيلية بما يسمى المجلس التركماني السوري. وفي السياق ذاته أكدت منشورة صادرة عن شخصيات تركمانية بارزة من محافظة طرطوس أن اختيار أعضاء الهيئة الناخبة من المحافظة تم دون عقد اجتماع أو مشاورة بين القرى التركمانية الخمس المعروفة في المنطقة. وأشاروا إلى أن عملية الاختيار تجاهلت أسماء وشخصيات فاعلة ومعروفة في المشهد التركماني السوري. وختمت هذه المواقف بالتأكيد على أن المجلس التركماني بصيغته الجديدة لا يمثلهم كمؤسسة، معتبرين أنه يعيد ترتيب نفسه بالواجهة القديمة ذاتها مع إعادة تدوير الوجوه نفسها بعيداً عن الشارع التركماني وعن التمثيل الحقيقي لإرادة التركمان في سوريا. تركمان تيفي، عدسة تروي وصوت يوثق.